شكرا سعادة الرئيس. بين يدي عقد بيع عن أجمل وأغلى وأكبر قطعة أرض موجودة في مصر، قدرها 40,000 متر مربع و238، تقع على البحيرات المرة تحوطها من كل جانب. قطعة الأرض دي اشتراها علاء وجمال مبارك بموجب هذا العقد المسجل بسعر المتر 75 قرش. البائع فيها أحمد شفيق بموجب هذا العقد المسجل. هذا أصل. استنوا لما نسمع بس نشوف الموضوع ايه. وليته باع من ملكه الخاص، فمن حكم في ماله فما ظلم، ولكنه باعها بصفته رئيسا لمجلس إدارة جمعية تعاونية أموالها أموال عامة وحكمه حكم الموظف العام. هذه الجمعية تملكت هذه البقعة من أغلى وأجمل أراضي مصر بموجب هذا العقد المسجل، وهذا أصل عقد. تملكته بسعر المتر 8 جنيه. هات لي العقود لو سمحت من الوقت. هات لي العقود دلوقتي. البائع، أنا هجيب لسعادتك كل حاجة. البائع أحمد شفيق بصفته، المشتري عن نفسه وبصفته علاء محمد حسني مبارك عن نفسه وبصفته وكيلا عن شقيقه بموجب التوكيل الرسمي العام بسفارة لندن بقنصلية لندن برقم 1015 في شهر 11/93 ومصدق عليه من الخارجية المصرية برقم كذا في كذا. هذه البقعة من الأرض ملك للدولة لأنها أصلا مملوكة لإدارة أملاك الدولة. إدارة أملاك الدولة اديتها للجمعية التعاونية عشان الجمعية التعاونية تديها لشباب ضباط الطيران تعينهم على حياتهم، بدل ما الجمعية تديها لشباب ضباط الطيران برئاسة أحد اللواءات المحترمين اسمه نبيل شكري. رفض. إذا بالفريق كان ساعتها لواء أحمد شفيق يعتلي سدة هذه الجمعية ورئاستها، وأول نشاط يعمله يسلم 40,000 متر العلاء وجمال مبارك بسعر المتر 75 قرش بعد 4 سنين من تثمينها ب8 جنيه وفقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة. بقي أن أقول شيئا واحدا بناء عليه أننا بصدد عدد هائل من الجرائم. الحكومة تتعمد نزع اسم أحمد شفيق، والسلطات كلها تتعمد نزع اسم أحمد شفيق من التحقيقات والمستندات أمام كل الجهات. إلى متى ينزع اسم أحمد شفيق؟ زكريا عزمي الذي يحاكم الآن وهو يستحق ذلك، يحاكم لأن الأرض اللي جنبها واخد المتر ب5 جنيه وخد 12 إيراد يعني 2000 متر، فما بالنا ب40,000 متر ب75 قرش. أطلب الآن من الحكومة بمناسبة تشريف معالي السيد الوزير لنا في هذه الجلسة الأولى بمناسبة تعيينه أن تتخذ إجراء احسن استقبال للسيد الوزير. ثواني ساعتك. المستندات، انا عايز المستندات لو سمحت. عايز اشوف المستندات. ان تتخذ اجراء محددا، وهو اعادة هذه الارض الى الدولة كما خرجت من الدولة تعود الى الدولة. دي رقم 1. رقم 2، هذه الجمعية التعاونية لا يسمح لأي موظف من موظفي الدولة بالدخول لمقر الجمعية ولا تفتيش دفاترها ولا الاطلاع على بياناتها، لأن رئيس مجلس إدارتها من سنة 93 لغاية النهاردة هو الفريق أحمد شفيق. كان لواء، وبعد أن أبرم هذا العقد رقي بسرعة الصاروخ إلى فريق ورئيسا لأركان القوات الجوية، وظل أطول فترة في تاريخ أركان القوات الجوية يحتل هذا المنصب، ثم وزيرا، ثم رئيسا للوزراء، ثم بعد ذلك. شكرا.